اول فيديو ليا على اليوتيوب. اسمي رندا، حبيت احضر معاكم حاجه مختلفه وجديده. هعمل معاكم النهارده الفاهيتا، بس مش فاهيتا الفراخ، هعمل معاكم فاهيتا الكالاماري، من اجمل واسهل الاكلات اللي ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها. طريقه جديده ما فيهاش مكونات كتير، تقدروا تاكلوها بالعيش او بالرز. انا عن نفسي بحب اكلها بالعيش، طعمها بيبقى احلى. وهقول لكم طريقه التسويه الصح اللي تخلي الكالاماري طري واحلى من اللي بتشتروه من بره كمان. تابعوا الفيديو معايا للاخر وقولوا لي رايكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. يلا على المقادير وتعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا هنا نص كيلو من الكالاماري مقطعاه مكعبات، وفلفل الوان، وبصله، معلقتين من الخل، معلقه من الثوم المفروم، وليمونه، معلقه من الصلصه. بالنسبه للبهارات اللي هستخدمها، انا عامله برطمان فيه كمون وكزبره وشطه وملح، اخدت منه معلقه كبيره مليانه. واللي جنبها دي نص معلقه من الكركم، واللي جنبها نص معلقه من الملح والفلفل، برضو خليط كده انا عاملاه مع بعض. لو البهارات بتاعتك منفصله، يعني كل حاجه لوحديها، هنستخدم معلقه صغيره مليانه من الكمون، ونص معلقه من الكركم، وربع معلقه من الكزبره، وربع معلقه من الفلفل. والملح يا ريت ما نكترهوش دلوقتي، لان ممكن يملح التتبيله. ممكن نحط مثلا منه نص معلقه صغيره ملح، ولو احتاجت ممكن نزود. الكالاماري ما بحبش احط فيه بهارات كتير، الاساسي عندي الكمون، وممكن نزود نكهات اللي هي الكركم، الكزبره، الفلفل، بس بكميه بسيطه. هنا بضيف الثوم والبهارات والليمون والخل واقلبهم كويس. بسيب التتبيله تقريبا ساعتين او 3، ممكن تقعد بره التلاجة مفيش مشكله، لان احنا برضو في الشتاء. لو في الصيف يفضل تحطيها في التلاجة. هنا بقطع البصل ترانشات كده جوليان. الفلفل اللي انا استخدمته فلفلايه من كل لون، بس الفلفلايه الصفرا دي لقيتها كبيره شويه فقطعت نصها بس وشلت نص التاني. بجيب طاسه واحط زيت وانزل عليهم بالكالاماري. الخطوه دي مهمه، النار هنا لازم تكون عاليه. الكالاماري ما بياخدش وقت كتير على النار، تقريبا 3 دقايق بس وبرفعه من النار. التعامل مع الكالاماري والجمبري عامة مش زي السمك واللحوم، اللي هو لو قاعد مثلا هيستوي، لا ده لو قاعد ممكن ينشف معاكي ويجلد. هو تقريبا كده خلاص مع التقليب استوى. انا مسرعه الفيديو على فكرة، هو تقريبا اخد معايا 3 دقايق، شلته دلوقتي. تقدروا تعملوا الخطوة دي لو الكمية اكتر، مثلا لو معاكي، لو هتعملي اكتر من كيلو، تقدري تعملي في طاستين، طاسة تحطي فيها الكالاماري والطاسة التانية تحطي فيها باقي الخضار. انا هنا حطيت زيت وهنزل بالبصل. البصلة مش عايزاها تحمر، انا عايزاها بس يعني تاخد لون بسيط، هشوحها كده في الزيت. وانزل كمان عليها بالفلفل. الكالاماري الفريش يا جماعة مش بيكون موجود طول السنة، هو ليه موسم معين كده في الشتاء. هو تقريبا خلاص قرب يخلص، على اول 3 مش هتلاقوه موجود. تقدروا دلوقتي تشتروه لو لحقتوا، عشان كمان رمضان ان شاء الله. كنت جايبه الكيلو ب220 تقريبا، يعني نص كيلو دولة عاملين لي 110، عملوا لي كمية حلوة خالص، تقريبا 10 سندوتشات. والطعم مش قادرة اقول لكم على جماله، احلى بكتير من اللي بتشتروه من بره. وكمان الثوم اللي انا بستخدمه في الوصفة هنا لازم يكون ثوم فريش. انا مش بحب الثوم البودر ولا البصل البودر عامة في الاسماك، بيغير الطعم مش بيخليه حلو. هنا البصل والفلفل انا مش عايزاه يستوي خالص ولا يحمر، انا بس عايزاه يغير لونه بس كده ويدبل زي ما شايفين كده قدامكم. هنا هضيف الكالاماري واقلبه. لو ملاحظين في الوصفة انا ما ضفتش الطماطم، اكتفيت بمعلقة الصلصة. كمان معلقة الصلصة اللي انا هحطها صغيرة مش كتيرة. في كمان مكون انا نسيت اقول لكم عليه في الاول خالص، نص معلقة من العسل او رش السكر، لان انا لما بحط الصلصة لازم اديها كده رش السكر بتظبط معايا الطعم. انا هنا حطيت نص معلقة من العسل بس ما ظهرتش معايا هنا في الفيديو. زي ما انتوا شايفين بصوا الصلصة صغيرة مش كتير، بس على فكرة هي دي اللي هتظبط معايا الاكلة كلها. هنا انا خلصت خلاص الاكلة، بقلبهم كلهم كده مع بعض. النار في البداية كانت عالية، انا ما وطيتش النار خالص عليها. مع التقليب الاكلة
العملة تقريبا اخدت معايا زي ربع ساعة. معرفش الناس ازاي بتشتري بره الكاليماري والجمبري جاهزين، بالرغم ان سهلين جدا في تحضيرهم. مكوناتهم بسيطة موجودة في البيت، يعني بصل، فلفل، ثوم، حاجات سهلة. انا مزوداها فلفل الوان كده، بحب ادلع الاكله واخلي شكلها حلو، لكن الفلفل الاخضر هيديني نفس النتيجه برضو والطعم. زي ما شايفين اللون والشكل والطعم والريحه كله احلى من بعض. دي كانت وصفتي النهارده، فاهيتا الكالاماري. لو اول مره تشوفوا الطريقه ياريت تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. هستنى تعليقاتكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس